ليلة البارحة هطل كميات معتبرة من الأمطار تجاوزت في بعض المناطق حاجز 100 ملم. وقد سجلت مقاطعة بومديد ليلة البارحة أمطارا تراوحت مقاييسها حسب المعطيات الأولية المحلية ما بين 104 ملم في مدينة بومديد و60 ملم في قرية تصلح، بينما سجلت المصالح الإدارية 95 ملم في قرية الرق و65 ملم في حي الزيرة. ومنذ الساعة الأولى من صباح اليوم باشرت السلطات الإدارية زيارات ميدانية للاطلاع على طبيعة الخسائر، حيث رصدت سقوط أكثر من 20 سكنا بين الأعرشة وبيوت الطين، وذلك في بلدية الدفعة، بينما تسببت أمطار البارحة في تسجيل ارتفاع ملحوظ في منسوب المياه بسد بومديد وفي زيادة المياه المنسابة في سد الأفطاح. ولتعميق الحديث أكثر حول هذا الموضوع نربط الاتصال مباشرة ببومديد بموفد موريتانيا، هناك زميل مختار بابا والأحمد. مرحبا مختار بابا. مختار بابا، مرحبا، أهلا وسهلا. ضعنا في الصورة أكثر. نعم، فعلا كما تابعتم في الصورة مدينة بومديد عاشت ليلة البارحة ليلة ممطرة بامتياز. بدأت تهاطلات المطرية في حدود 10 ليلا وتواصلت إلى ساعات الفجر. توقفت بقوة، توقفت قوتها ثم تواصل، وعاش السكان ساعات الصباح على زخات مطر ممتعة في هذه الأيام. هذا من باب إسداء البشرى أو زف البشرى لسكان بومديد الذين يتواجدون الآن خارج المدينة. أبشرهم بأن مدينة بومديد الآن دخلت رسميا في فصل الخريف. عموما كما تابعتم أجرينا اتصالات وقمنا بجولة صباحية في المدينة وبعض ضواحيها. سجلنا تباينا في المقاييس. أكدت لنا المصادر الرسمية أنهم حتى الآن ما زالوا في الميدان يواكبون يتتبعون الخسائر المادية التي سجلت عبر الاتصالات الهواتف. تحدث بعض السكان في القرى البعيدة وشبه نائية عن تسجيل حوادث خسائر مادية تتعلق بسقوط أعرشة ومنازل، لكن العدد الإجمالي حتى الآن لا يمكننا أن نقوله لأنه ما زال قيد تحديث. على العموم للتأكيد هذه المعلومات دعونا سيد الحاكم لإطلاعنا على المستجدات المتعلقة بأمطار البارحة. اسمح لي فقط أن أحاوره. سيد الحاكم، أهلا بك، أولا نشكركم على استجابة الدعوة وأنتم في الميدان لهذه الإطلالة بأحاديث أهل البدو. أعطينا أخبار الاسحاب من طاحت البارحة. شكرا جزيلا. كما تعرفون أن ليلة البارحة كاملا سحاب تجاوز حوالي 104 ملم بومديد، وبعد القرى 60 ملم 75. معنا خلق يملي ياسر من خسارة. ونحن حالا كيف شفتوا كني جيت من ميدان ومتباركين واركن عدلوا معاينة نشوفوا ذاك اللي خاسر نعاينوه بدقة. كان يقد الدولة يتعدد تدخل سريع كان يخفف ذاك المعاناتهم. حتى الآن ما قد حد يتأكد ذاك بالضبط ذاك الخاسر به اللي فرق رعموا في الميدان يشتغلوا يدقوا ذاك المعلومات الخاسر اللي ما هو خاسر، وإن شاء الله سنوافيكم في النتائج إن شاء الله. حسب ما توصلت إليه، هل سجلتم حالات وفيات أو غرق أو نفوق الحيوان، قضية حيوان الثروة الحيوانية بشكل عام؟ على العموم الحمد لله ما في خسارة بشرية، وحيوان ذكرونا واحدين يقر ما تأكدنا، ما عندنا أي برهان أن ذاك خالق. معنا قد نوافيكم في أخبار نختاروا لين يعدلوا معاينة يعود دقيق يكسع قدنوا نعطيكم خبار للخالق وحي حيوان وذاك يقر. حتى الآن ما في خسارة بعد ذكروها لي بقضية الحيوان وذاك. إن شاء الله نواصلوا معاينة في الميدان مع فرق رعاهم حاليا يشتغلوا
وان شاء الله قايسينه لين وقفوا ذيك المعاينات دور يجيكم ان شاء الله نتائج. سيد الحاكم، لاحظنا ونحن نتجول في المدينة هنا ظهور بعض المستنقعات المائية على آثار الأشغال التي كانت جارية الأيام الماضية. هل أثرت هذه الأمطار على الأشغال وما قيم به حتى الآن؟ وكيف واجهتم هذه الأمطار؟ قد نقول عن ساعدنا هاي الأشغال كنا نعدلوا به القليق اللي يسبب خال عنه لما جاي نقر دشرة يامس نهار كامل ظلوا يشتغلوا فيه، والحمد لله عدلوها تعدال صالحة وسكنت بعد ما خسرت. غير شفنا ابو دشرة توفش من بليدات فيهم قلت قاع الحماية مدينة قط شفت 100 عدلوها، وغير رجعت اصحابي اللي كمية محتوره 104 ملم. وان شاء الله راينا حالا متواصلين مع المكتب الصرف الصحي، كان يمشون لنا من وش قالوا لي موتو بومب، كان يقولون نمشي نقول علماء بعد من ديار ناس وصحار عموميه، كان بعد نخفوا هاي معاناه مواطنين ان شاء الله. وبخصوص سد الافطح اجبرت اخباره اليوم؟ الاخبار اجبرنا سد الافطح عنه السيل ما الحمد لله حتى الان ما السيول ما مخالقه ما جايين في ذاك الاتجاه، غير يدعوا لي يجونا من قد تقاند جايين الى بهاي القليق الكبير، وعد قبرنا احتياط عنه لين طلصوا الماء لعل يعود القليق يعود ملان يسبب اضرار ولا خطر المدينه. امور الحمد لله متابعوها على صقند، وذاك الطراء له كامل ان شاء الله دور نوافقكم فيه، وحتى الان قد يقول عنا نحن امور تحت سيطره، رغما عن بومديد اصحاب لجات قطع الطريق مولي بين بومديد وزيره، معناه نحن ما نقول ورك نقيسوا الزيره خالق من قرى مدخل دسره مقفول ومعاينات ما قدروا يعدلوها بالدشور راعوا مرقب بومديد. يا خير لا دورنا قبروا ذاك الاخبار عندهم في اتصالات في التليفون، وندقوها ان شاء الله في الميدان لين يسمح لنا الطريق بعد نقيسهم ان شاء الله. شكرا جزيلا سيد الحاكم سيد عبد الله موسى قي، ونحن ايضا سنواكب معكم سيد الحاكم الميدان، وسنوافيكم مشاهدينا الكرام بتفاصيل اكثر حول هذه الامطار في نشراتنا القادمه بحول الله. نعود اليكم في استديوهات المركزيه لمتابعه بقيه عناصر النشره. واختار بابا والأحمد موفد الموريتانيا إلى بومديت، شكرا جزيلا لك ولضيفك الكريم.